كيكة الشاي. شوفوا حبايبي، باع الهشاشة. حتى نسويها راح نحتاج زيت، شكر، نخلطهم سوا. خلطتهم راح اخلي البيض، طبعا عندي 4 بيضات، نخلي وحدة ونخلط. هاي البيضة الثانية، بسم الله، نخلطهم. بيضة الثالثة ونخلط. آخر بيضة الرابعة ونخلط. هاي بعد ما خلطنا ال4 بيضات والكوب السكر و3/4 الكوب زيت، ايش راح اسوي؟ راح اضيف قهوة سريعة الذوبان ونخلط. 3/4 كوب حليب ونخلط. نحط الفانيلا، نحط الهيل، طبعا انا احب اضيف الهيل، كيكة الشاي كلش طعمها يصير طيب. ونخلطهم. هسه هاي المواد السائلة كلها خلطتها سوا. هسه ايش راح اسوي؟ راح اضيف هذا الكاكاو على الطحين واخلي البيكنج باودر، طبعا عندي كوب ظرف ونص، زين، واخلطهم سوا. حبايبي شوفوا، نخلطهم سوا، زين. ها هي. هسه راح نضيف هذا الخليط الجاف على الخليط السائل اللي سويناه. هسه ننزل الطحين ونخلط. شوف حبايبي، هنا خلطته وصار عندي المزيج بهذا الشكل، شوفوا شلون خرافي، كيكة خرافية. هنا حبايبي عندي هذا القالب، شوفوا مسحته بالزيت وخليت عليه شوية طحين حتى يصير عندي بهالشكل هذا. اذا تحبون تحطون ورق زبدة حتى ما يلزق عادي، هو هذا القالب اوريدي ما يلزق لانتيفال، بس اني احطه يعني للاحتياط. هسه راح ننزل هذا المزيج كله. شوف حبايبي، اني فتحت الفرن على درجة حرارة 180 وجهزته. هسه راح ادخلها للفرن بس الجوه مو الفوق. بعدين من يستوي عندي الكيكة تجهز اشغل الفوق بس شوية يعني تتحمر عندي. وها هي، خليكم وياي. هاي كيكتنا جهزت عندنا، صارت عندي بهالشكل هذا. شوف حبايبي، ما احكيكم على الهشاشة، معه هشة، زين، طعمها كلش طيب وريحة الهيل وهذا الشاي العراقي طبعا ضروري. وطبعا اني ما خليت وياها لا كريمه ولا اي شيء، هيجي هاي كيكه للشاي يعني ناكلها. زين، علينا وعليكم بالف عافيه، ولا تنسونا باللايك والاشتراك. مع الف سلامه.